فاكرين استشوار ماكس اللي عملنا عليه ريفيو من حوالي سنتين وشويه، وكان استشوار جامد جدا، ماكس 9933. وكان ساعتها اول مره تقريبا يتعمل ريفيو على الاستشوار ده، وانا شخصيا كنت برشحه من بين كل موديلات الماكس اللي بيبقى منها 4000 و5000 واط. كان الماكس 9933. النهارده بقى جايب لكم الاصدار الجديد من نفس الاستشوار ده لكن باسم مختلف. موضوع الريفيو بتاعنا النهارده سشوار هوم جولد 9933، نفس شكل الماكس، نفس الماتيريال، نفس التصنيع، لكن اضافوا اضافه كده بسيطه على الاسم، بقى اسم البراند الجديد هوم جولد. يلا بينا نشوف موضوع الريفيو الجامد ده ايه. ده شكل الاستشوار بتاعنا هوم جولد 9933، هو نفس الشكل ونفس الماتيريال ونفس القوه، بس بيتهيألي كده ان الواط بتاعه بقى اعلى من ال 3000. هو مكتوب عليه 3000 واط بالمناسبه، لكن الواط بتاعه عالي، السخونه بتاعته تحس انها بقت اشد من الاول. الاستشوار ده مميز جدا في انه ماتيريال محترم بالنسبه لصناعته الصيني، والقوه بتاعت الواط بتاعته كمان 3000 واط فعليين. قبل كده قلت ان ال 9933 في الماكس هو الافضل لان الواط بتاعه فعلي، بتلاقي حاجات مكتوب عليها 4000 و5000 واط مش بتدي نفس الكفاءه بتاعه ال 3000 ولا نفس العمر. يعني تلاقي استشوار ال 5000 وال 4000 حلو، حرارته عاليه، هي اصلا ما بتوصلش 5000 ولا 4000، فتقريبا بتبقى نفس ال 3000 واط الفعليين اللي في الهوم جولد دلوقتي، لكن بتبقى تعديل، بيكتب تعديل كده ان يبقى الشركه نفسها او البراند نفسه عامل موديلات كتير، لكنك تيجي تشتغل بالموديل العالي ده حتى لو الواط بتاعه الفعلي اعلى ما بيعيش مع الوقت. شهرين ثلاثه وهتلاقي الاستشوار باظ منك والموتور ما استحملش والسخان ما قدرش فده ترشيحي لاي حد بيدور على استشوار اقتصادي بسعر حلو وكمان عليه ضمان من عندنا من سنتر مجنون حلاقه لاي حد بيطلبه. عندي هنا 3 مفاتيح في الاستشوار. المفتاح الاول ده هو بتاع التشغيل، بيديني التشغيل ودرجه الهواء الاولى، والتشغيل الثاني بتاعه بيديني درجه هواء عاليه. الزرار الاحمر ده زرار الحراره او مفتاح الحراره، ده بيديني درجه الحراره المتوسط، ومتوسط الحراره الاولى حوالي 1500 واط، ولما بضغط عليه الضغطه الثانيه بيديني درجه الحراره القصوى 3000 واط فعلي. بيجي معاه قطعتين الديفيوز دول، طبعا الماتيريال بتاعهم برضو كويس ومحترم مش وحش. الصغيره دي بتبقى مناسبه للشعر الرجالي، والكبيره دي بتبقى مناسبه للشعر الحريمي او للتجفيف. لو انا عاوز اشتغل بالاستشوار كمجفف يبقى انا باخد اعلى درجه هواء موجوده مع متوسط الحراره. لو انا عايز اشتغل بيه كاكاوي وبروفيشنال واعمل استشوار للشعر كامل مع الفرد يبقى انا هاخد اعلى هواء مع اعلى حراره، بكده هيديني درجه البروفيشنال. طب لو انا ايدي ضعيفه شويتين هشتغل بالحراره المتوسطه، لان زي ما قلت لك درجه حرارته فعليه وعاليه جدا. الاستشوار موجود عندنا ان شاء الله في سنتر مجنون حلاقه، واللي حابب يطلبه يتفضل. هسيب لك تحت الفيديو الرقم بتاع الواتساب وكمان العنوان بتاعنا. متوسط سعر الاستشوار النهارده 700 جنيه بالضمان بتاعه، والضمان مش هتلاقيه في اي حته، عندنا احنا وبس. تحياتي لحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين. سلام.